بالجولة الأولى كان عم يخسر أمام الحكمة بديربي الأشرفية بنتيجة 2-0، وبالجولة الماضية كان عم يخسر أيضا أمام العهد بنتيجة 3-0. بيعرف كتير منيح فريق الراسنج مدى صعوبة هيدي المباراة أمام فريق الأنصار يلي عم يحرس مرماه بمباراة اليوم. هادي كنج خط الدفاع مؤلف من رفيق المدنيني ومحمد الدهيني، أيضا على الظهير الأيسر عم بيكون موجود نصار على الظهير الأيمن محمد الدوربي. وسط الملعب كابتن الفريق اليوم يلي عم يرتدي شارة القيادة في ظل غياب نزيه أسعد، علي طنيش سيسي إلى جانب أحمد خير الدين ومحمد بوصالح، وبخط المقدمة نادر مطر ومحمد حبوس وهشام خلف الله. غياب لصامويل كوني عن كل التشكيلة. وايضا النجمة بمواجهة شباب الساحل الساعة 4:15 على المباراة يلي فيكم تتابعوها مباشرة وحصريا عبر شاشة MTV. دخول لاعبي الفريقين الى ارض الملعب. تشكيلة فريق الانصار يلي استعرضناها نحن وياكم، عم نشوف اليوم تواجد لمحمد بوصالح بشكل اساسي مع تواجد اللاعب النيجيري ابو بكر جبرين على مقاعد البدلاء. حضور لمحمد بوصالح بشكل اساسي للمره الاولى هذا الموسم. ابو بكر جبرين يلي بدا الموسم بشكل اساسي قبل تعرضه لاصابه بمباراه النجمه. بالمباراه الماضيه شفنا تواجد لنادر مطر بوسط الملعب 21 الى جانب دخول هادي كنج بالتشكيله الاساسيه لفني، وتحديدا المدرب المساعد سامي الشوم ومدرب الحراس سلطان قاسم. أنصار عم يتفوق على الراسنج بالمواجهات المباشرة بين الفريقين، خاصة بالمواسم الماضية. يعني استعرضنا نحن وياكم عدد من النتائج. بداية علي الموسوي لسيمون دانيال يلي عم بيلعب كرة طويلة ناحية الجهة اليمنى. بوقتها هادي كانش كان حاضر دائم بشكل اساسي بتشكيله الانصار. محمد حبوس والتمريره نصار والانطلاقه. نصار عم بيتابع، نصار بيلعب العرضيه، الكنترول الجميل والتسديده بتتخلص من الدفاع الى خارج ارض الملعب. مدنيني تركها لحبوس، محمد حبوس لعلي السيسي، علي السيسي لنصار انطلاقه نصار والكره العرضيه. فضل العوده من جديد مع حبوس. محمد حبوس ممكن يقدم الحل، الكرة للسيسي، حبوس من جديد، حبوس بيلعبها لداخل منطقة الجزاء، الكنترول والتسديدة وعمر إدلبي. عمر إدلبي عم يلتقط الكرة والمرور. بوصالح بيمرر لحبوس، حبوس بيتقدم، حبوس شو ممكن يعمل محمد حبوس؟ بيمر حبوس وركلة جزاء، ركلة جزاء لصالح فريق الأنصار بانتظار تأكيد الفار. حكينا عن انه الحلول كلها بتبدأ عند محمد حبوس، وشوفوا كيف اشترى محمد حبوس ركلة الجزاء بانتظار ومن غرفة الفار. لكن شوفوا محمد حبوس، شوفوا مهارة محمد حبوس، وشوفوا محمد حبوس كيف كان عم يحصل علي السيسي عم يتقدم، السيسي عم يتقدم، عم بيسدد، وعمر عم بيتابع تألقه، وسيسي ما معقول يا إدلبي، ما تصدى لركلة الجزاء وتابع بالمرة الثانية وخلص الكرة. ويا سلام يا عمر إدلبي، خلص الكرة على مرحلتين وخلى فريقه متعادل بالنتيجة. أحمد بيلعبها اماميه لمحمد بوصالح للسيسي، حلوه كتير. نادر مطل داخل منطقه الجزاء، نادر وعمر إدلبي عم بيخلص على مرحلتين مره جديده. وماجد عثمان، لكن يلي بيفتقده الانصار هو المهاجم الصريح. هذا الامر يلي خلى دراجان يعتمد على نادر مطر كمهاجم وهمي بوقت التسديده وعمر إدلبي يسجل. ابو بكر جبرين بيمرر لمحمد حبوس بيمرر حبوس، حلو كتير لناصر وعمر إدلبي مرة جديدة. ملا مباراة عم بتقدم يا عمر، ملا أداء كبير عم بيقدمه حارس مرمى فريق الراسنج. الكرة تبقى داخل أرض الملعب. كان ذكي الدهيني باللقطة الماضية، ما ترك الكرة تخرج بوقت تمريرة حلوة كتير لهشام. هشام بيحاول المرور، هشام بيسدد، جول
هشام خلف الله عم يعطي التقدم لفريق الأنصار. البداية كانت من محمد علي دهيني. عمر إدلبي اللي عم بيعاني من إصابة فضل يوضع الكرة أنصار بالإعادة. مرور هشام والتسديدة يلي هزت الشباك. بالإعادة مرور هشام والتسديدة يلي هزت كرة مقطوعة علي السيسي وفرصة الهدف الثاني. محمد حبوس لأبو بكر جبرين والهدف الثاني. الهدف الثاني لصالح فريق الأنصار. أبو بكر جبرين عم يعمل النتيجة 2-0. قلناها إنه لما يسجل الأنصار الهدف الأول ممكن تفتح مع الأنصار ويسجل أكثر من هدف، وهيدا اللي صار بظرف دقيقتين. الأنصار سجل هدفين بعد ما سجل الهدف الأول، قدر يسجل الهدف الثاني. هالمرة اللاعب النيجيري عم يفتتح شريط اهدافه بقميص الانصار، وكل الهجمات بتمر عبر محمد حبوس. قطع الكره، مرر السيسي لحبوس وحبوس لابو بكر، وابو بكر هز شباك عمر، والنتيجه 2. عم يطلب من زملائه انه يوعوا بعد الهدفين يلي تلقون. الانصار بسرعه قدر يرد، وهالمره محمد ناصر عم يقطع الكره توصل لمحمد حبوس. المبرة ايضا بعده ما سجل هيدا الموسم. وحاليا الحكم علي شمس عم يطلق صافرة نهاية المباراة بفوز الأنصار 2-0 على فريق الراسينج بهدفي هشام حسام الدين بالدقيقة 74 وأبو بكر جبرين بالدقيقة 76.